قضية الشاب الكويتي أحمد أسد مع الشاب القطري حظيت باهتمام إعلامي كبير، حيث تطرقت بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي إلى تلك القضية. إبراهيم السرحان زار المجني عليه بالمستشفى وأعد هذا التقرير. لولا بناتكم ما جيناكم، شعار أم شرارة؟ بطلها شاب قطري وضع شعار ملصق على سيارته بحسب ما قاله أهل وأصدقاء المجني عليه، وهو شاب كويتي دفع صحته وربما يدفع حياته دفاعا عن غيرته وعن بنات ديرته. كلمنا، طقينا الجام عليه، نزل الجامع، قلنا له ابن الحلال شنو الكاتب انت هذا؟ لولا بناتكم ما جيناكم. ويقول لي وانت شكو؟ تنازل ما ارضى فيه، لان هذا مو خروف اللي طاح وترضرض ودهس متحمد وجريمه قتل تعتبر. الكويت كلها ما ترضى فيها. وبعد العراك وتبادل الشتائم والضرب، دهس المتهم القطري المجني عليه أحمد بالسيارة محدثا به إصابات بالغة. راح ركب السيارة وراح تقريبا مسافة قصيرة، يعني طق فوق تحت، رد بيدعمني أنا وخرت، دعم أحمد، لف على أحمد ويدعمه، دعمه من الإصطاب الأمامي على اليمين، صعد فوق بالتاير الأول، مش عليه، صعد بالتاير الثاني بعد فوقه. شفته طايح بالدباية، صار له يمكن 10 دقائق ربع ساعة ما حد علي، جت له الإسعاف، خذته جبنا المستشفى هني، لا يحس لا يتكلم بس تنفس، ما يتحرك حتى. أحمد أسد ما زال يرقد بالمستشفى وفي غيبوبة تامة، وحالته الصحية متدهورة وغير مطمئنة، منها كسور في الحوض و8 أضلاع من القفص الصدري. والله وضعه سيء وايد، مو شوي، وانت عارف يعني الكسور من الضلوعه، خلع بالكتف، كسر بالايد، كسر بالريل، كسر بالحوض، ضلوع 8 متكسره، يعني هذه الضلوع ضاغطه على الرئه تماما، ما في تنفس صناعي، الكدمه اللي براسه مسببت له صديد. المتهم الآن على ذمة التحقيق وبتهمة الشروع بالقتل، والمجني عليه في العناية المركزة لا يملك ذووه سوى التضرع له بالدعاء والأمنيات بالشفاء. إبراهيم السرحان، الوطن.